مرحبا ويعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت أشارك معكم طريقة تحضير كيكة الكندر الغرقانة بالصلصة. ومثل ما واضح معكم لحاله الشكل عم بيحكي عن الطعم، وغرقانة الكيكة بالصوص بشكل مش طبيعي، والطعم بصراحة جدا خرافي للأشخاص اللي بيحبوا هيك حلويات تكون غرقانة بالصلصة بنفس الوقت بتناسبنا بأجواء البر. تابعوا الفيديو للأخير لحتى نشوف طريقة التحضير والمكونات خطوة بخطوة. خلينا ننتقل للوصفة. طبعا لحتى تطلع معنا كيكة ناجحة ضروري تكون المكونات اللي راح نستخدمها بحرارة الغرفة. طبعا بالنسبة للبيض بفصل كل واحدة لحالها حتى أتأكد إنه ما في واحدة تكون منزوعة وتنزع الباقي. بالنسبة لي بصراحة بعتمد هالطريقة، لأنه بعض الأحيان بتكون في بيضة مضروبة تنزع الباقي. بعد ما أضيف 3 حبات من البيض بحرارة الغرفة، راح أضيف كوب ملان من السكر الحبيبات، بالإضافة لملعقة صغيرة من الفانيلا. راح أخفقهم تماما بالمضرب الكهربائي، وفيكم كمان في حال ما كان متوفر تخفقوهم على المضرب اليدوي، ما بيأثر. أهم شي تتأكدوا إنه حبيبات السكر ذابت تماما وما ظل لها أثر، وتغير لون الخليط للون أبيض. بالمرحلة هاي راح نضيف نصف كوب من الزيت النباتي، بالإضافة لنصف كوب من الحليب السائل. وفي حال ما كان متوفر الحليب السائل بإمكانكم تخلطوا نصف كوب من المي مع ملعقة طعام ملانة من الحليب البودر. بعد ما نضيف المكونات السائلة رح نجي المكونات جافة، عبارة عن كوب ربع من الطحين المتعدد الاستعمالات، بالإضافة لربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. طبعا بالمرحلة هاي ضروري المكونات الجافة ننخلهم تماما بالمكبس اليدوي، أو في إمكانكم بالمنخل المتوفر عندكم بالبيت، أهم شي تنخلوهم، بالإضافة لملعقة صغيرة ملانة من البيكنج باودر. وطبعا هون بعد ما ضفت المكونات الجافة نخلتهم تماما على المكونات السائلة. راح أضربهم كمان ضربة بسيطة بالمضرب اليدوي لحتى أمزج المكونات مع بعض وأحصل على خليط كيك يكون ممتاز. طبعا بالمرحلة هاي قبل ما أبتدي بأي إشي بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما أبدأ بأي إشي، لحتى أحصل على كيكة ناجحة 100%، لأنه شروط الكيك إنه تدخليها على فرن حامي مسبقا. وهون بعد ما خفقت الكيكة تماما، يعني أقل شي دقيقتين فقط لحتى يمتزج الخليط، وتأكد ما ظل أثار للطحين أو الكاكاو. هون كان عندي الخليط جاهز. القوام اللي واضح معكم على الشاشة ضروري يكون بهالشكل لحتى تحصل على كيكة هشة وناجحة 100% إن شاء الله بالنهاية. بعدها رح نحضر البايركس اللي رح نقدم فيه الكيك. دهنته بشوي من الزيت النباتي، وبإمكانكم تدهنوه بالزبدة العادية أو بالسمنة، بيرجع لكم حسب الرغبة. بالنسبة لي فضلت أدهن البايركس بالزيت النباتي، حسيت بيطلع أخف من السمنة والزبدة، بس بالنهاية شو ما دهنته بيطلع بالنهاية نفس النتيجة. بعد ما دهناه على الداير ما يدور لحتى نتأكد انه الكيكة ما تلتصق بأطراف البايركس، راح ندهنه على الداير ما يدور، وبعدها راح نضيف الخليط بالشكل اللي واضح معكم. طبعا هون بعد ما ضفت الخليط لحتى تطلع معنا كيكة هشة وناجحة، راح نضرب الجاط ضربتين على الرتبة لحتى نتأكد انه نطلع الهواء الموجود بالخليط. كمان لحتى أتأكد أكثر أني طلعت كمية الهواء الموجودة بالكيك، راح أستخدم عود خشبي وأعمله على شكل عشوائي على الكيك لحتى أتأكد أني استخرجت كمية الهواء كاملة. وبعدها راح أدخلها على الفرن درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو 35 دقيقة. وهون بعد ما مرق عليها 35 دقيقة بالضبط كانت مستوية الكيكة وناجحة. لحتى نتأكد من نجاح الكيكة نغرز فيها عود خشبي، مجرد ما شفنا العود طلع ناشف بتكون الكيكة عنا صارت جاهزة. وهيك مثل ما واضح معكم مجرد ما تأكدنا انه الكيكة سطحها ناشف بتكون عنا مظبوطة 100%. راح نعمل في الكيكة ثقب باستخدام العود الخشبي لحتى تشرب كمية السوائل اللي راح نضيفها. طبعا بالمرحلة هاي اعذروني على دقة التصوير، بصراحة ما كنت منتبه نهائيا على دقة التصوير بطرف الشاشة. المهم بالنسبة للكيكة بعد ما عملنا فيها ثقب فورا راح نضيف عليها كوب من الحليب السائل، يكون سخن جدا، ما يكون مغلي، فقط مجرد ما حسينا بلش يسخن بنطفي تحتيه وبنضيفه على الكيكة فورا لحتى يتشرب الكيكة. بالمرحلة هاي راح نتركها على جنب وننتقل لمرحلة الأساسية اللي هي مرحلة تجهيز الصلصة. بداية راح نضيف علبتين من القشطة أو القيمر، وزن العلبة 170 جرام. طبعا بالنسبة لنوعية القشطة أو القيمر ضروري تكون نوعية جيدة لحتى تحصلوا على مزيج صلصة رائع بالنهاية. كل ما كانت المكونات جيدة وطعمها طيب كل ما حصلتوا على نكهات أطيب وألذ لأي نوعية وصفة أنتوا بتستخدموها. بعد ما ضفنا علبتين من القشطة وزن العلبة 170 جرام راح نضيف نصف كوب من الحليب المكثف. طبعا في حال ما كان متوفر الحليب المكثف بإمكانكم تستبدلوه بالسكر.
بالإضافة لملعقة طعام ملانة من الكاكاو الخام الغير محلى، بالإضافة لربع كوب من الحليب السائل. رح نخلط المكونات تماما على البارد لحتى تتجانس تماما. بعدها رح ننتقل للغاز. هون بعد ما خلطت المكونات تماما وتأكد انها تجانست المكونات على البارد، رح انتقل على الغاز. راح استمر بالتحريك على درجة حرارة وسط، ما بخليها عالية ولا هادية كثير، راح تكون بالمرحلة هاي وسط لحتى احصل على الخليط اللي واضح معكم على الشاشة، وبيكون معنا هيك الخليط جاهز. وفورا راح نشربه للكيك. طبعا بالنسبة لقوام الخليط ما تحكلوها نهائيا، هي اساسيات الكيكة انه يكون الخليط بالشكل اللي واضح معكم لحتى تطلع بالنهاية غرقانة بالصلصة اللي ضفناها. طبعا عشان الصلصات اللي ضفناها تتشرب الكيكة بشكل مظبوط، أهم إشي إنه نركز على ثقب الكيكة قبل ما نضيف عليها الحليب السائل، وقبل ما نضيف عليها الصلصة لحتى نتأكد إنها تتشرب كمية السوائل والصلصات بشكل مظبوط. وبعدها رح ننتقل للمرحلة الأخيرة والأهم، وهي أساس الكيكة. رح نزينها هون بأصابع الكندر الغنية بالكريمة، وهي اللي بتعطيها الطعم المميزة والرائعة. بالنسبة لي استخدمت تقريبا 9 حبات من الكندر، قسمت الوحدة على قسمين لحتى تعطيني شكل أجمل للتقديم. وبإمكانكم كمان تقدموها مثل ما هي الأصبع كامل على شكل طولي بالشكل اللي واضح معكم. يعني بالنهاية مرحلة التزيين وتشكيل التزيين بيرجع لكم حسب الرغبة. والكندر راح يذوب بحرارة الخليط وبحرارة الكيكة. وطبعا من مميزات الكيكة انها تتاكل سخنة، وكمان بتتاكل باردة، بس هي أساسها إنها بتكون غرقانة بالصلصة وجدا طعمها مختلف ولذيذة وهي بتكون سخنة. وهيك بتكون مرحلة التزيين الأخيرة جاهزة. مثل ما واضح معكم بلش يذوب أصابع الكندر على الكيك، والشكل النهائي لحاله بيحكي عن طعمها. بصراحة مو عارفة شلون بدي أعبر لكم عن النكهات ولا الطعمة اللي حصلت عليها بالنهاية. بصراحة الطعمة جدا خرافية، ولا أطيب ولا أروع من هيك. والشكل لحاله بيحكي عن الطعمة. مثل ما واضح معكم الكيكة غرقانة بالصلصة. بنصحكم كل قوة تجربوها، وصفة جدا مميزة، وبالنسبة لي بتاخذ رقم 1 من الكيكات السخنة. وبس لهون كان خلص الفيديو تبعنا اليوم. مثل ما واضح معكم كانت وصفة سهلة وخفيفة وجدا مميزة، وانصحكم تجربتها. ويا ريت إذا عجبكم الفيديو لهون لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، ويعطيكم ألف عافية يا رب.